أنا ممكن أقول لك بأنه تكلم على فقدان التوازن صحيح في الشوط الأول عندما تلقى الرجاء الهدف في نهاية الشوط، وهذا فقدان التوازن في عدم التركيز. شوف الكل كيشاهد الكرة ونسى المدافعين ونسى، شوف 8-9 لاعبين من الرجاء ولكن ما استطاعوش ان ياخذوا الكرة من 2 أو 3 لاعبين، ومن ثم فهناك العمل الفردي والارتقاء، لكن ايضا منع التمريرة، كان ممكن منع التمريرة، لكن هذا فقدان توازن، لان كان الرجاء يعتقد انه بما انه قام بشوط اول رائع سوف يخرج بالتعادل في الشوط، لكن دون نسيان ان الاهلي فريق عنده خبرة كبيرة ومهنية كبيرة ولا يحتاج الى فرص كثيرة لكي يسجل. اما فقدان التوازن في الشوط الثاني عند تسجيل الهدف الثاني فهو راجع ايضا الى كثرة التغييرات، في تغييرات كانت مجدية وفي تغييرات اخرى كانت شيئا ما أفقدت الفريق التوازن. شوف حتى الرجاء متواجد بعدد، لكن ليست هناك حراسة على حامل الكرة. شوف اللي سجل الهدف لا بيرسيطاو من يمرر، لا من يشوف لوحده وأمامه أولو وأمامه كاميرا، أمام كل 6 أو 7 لاعبين. هذا يدل على أيضا فقدان التوازن، وأيضا فقدان التوازن يعني